ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ طبعا دي وجبات بتاعتنا بتاعت اخر الشهر، هنزلها معاكم وان شاء الله من الشهر الجاي ربنا يعودها علينا كده الايام بخير. حابه اقول لكم ترتيب الشهر ازاي، لان الامانه تتقال الواحد بقى خلاص بقى يكح تراب. بصوا هنا عملنا شويه كشري مصري، جبت ب10 جنيه عدس، وحوالي نص كيلو رز، وكان موجود يعني عندنا مشتريتوش. وعملنا شوية عدس، وكان في بواقي مخلل، فطلعنا اللي باقي، كنا جايبين ب10 جنيه مخلل. فطلعنا اللي كان باقي، وطبعا جبنا بيض جنبيه برضو، جبنا 4 بيضات ب22 جنيه. تمام. وعملنا طبق سلطة باللي موجود. اللي موجود يا جماعة نبص ايدينا وش وظهر، ونحمد ربنا اصلا ان في بيوتنا اكل، ونعلم اولادنا كده، لان الايام دي الحمد لله الحمد لله ماشية ببركة ربنا. تمام. احنا لازم نظبطها يا بنات من اول الشهر. كلنا 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 بيبقى معانا فلوس اول الشهر، اصرف اصرف اصرف، يجي والله الفلوس بتكمل بالعافية يعني لنص الشهر، يوم 15 بالعافية، بعد كده مفيش بقى، اللي هو الجنيه ما بيطلع بحساب. طب ليه احنا ما نرتبش من اول الشهر، نجيب التزاماتنا ومن اول الشهر نفضل ماشيين على الروتين بتاعنا او على الميزانية بتاعتنا، بدل ما نخلي نفسينا كده. ان شاء الله هنظبطها مع بعض ونشوف احتياجاتنا ايه، ونمشيها بما يرضي الله، عشان الدنيا تمشي معانا اول الشهر زي اخر الشهر، مش اول الشهر نفرح بالفلوس ونفضل نشتري نشتري نشتري. ممكن حاجة مش لازمنا الاسبوع ده لازمنا اواخر الشهر، لا نصرف ونجيبها، وقبل ما يجي الوقت اللي احنا محتاجينها فيه تلاقيها اتصرفت. زي مثلا هقول لكم، لما بنيجي بنعمل بيتزا بنكون محتاجين ايه؟ زيتون، محتاجين مثلا جبنه موزاريلا، انت ممكن تجيبيهم من بدري لو في نيتك ان انت تعملي الاكله دي، تلاقيهم اتاكلوا. فلا ما ينفعش نهائي نهائي. فنشوف احتياجاتنا ايه بتاعت الاسبوع، ونجيب على قد اللي احنا محتاجينه بس، ونحاول نوفر. مش لازم كل يوم فاكهة يا جماعة، الأسعار عالية جدا 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 جدا. فيها ايه ما ناكل يوم كده يوم كده يوم كده الدنيا هتمشي. بلاش يا جماعة الرفاهيات، الشيبسي الكلام ده. نعمل لأولادنا حلويات في البيت، هتقعد كام يوم نعمل كيكة. يبقى فين وفين لو جبنا شيبسي، والله صحي كمان، يعني مش صحي بس اكيد احسن من المواد الحافظة. يعني لو جبتي نص كيلو سميد وعملت لقالك صينيتين بسبوسة حلوين كده، هترمي معاكي والله، وهتشتيهم في التلاجة، وكل ما عادي يكون عايز اديله كل يوم حتة حتتين، هتقعد معاكي كتير وهيحبوا الموضوع. العصير بلاش نجيب عصير معلب، نجيب فاكهة ونعملها في البيت، يعني حاجات بسيطة جدا جدا هتفرق. انا عايزة اقول لكم قسما بالله بيجي على الواحد ايام ملاقي ال10 جنيه، شفتوا ال10 جنيه والله ملاقيها. فليه؟ ليه احنا عن نفسنا ممكن نجيب كيلو جبنة قريش ب50 جنيه اللي هي المكسرة دي، تمام، تلاقيها اتاكلت في يوم والله ولا في يومين، مع ان ممكن يجي يوم تاني مش لاقيين حاجة نفطر بيها او نتعشى بيها. فلا نظبط نفسنا من اول الشهر. شوفي انت بتصرفي في ايه وبتعملي في ايه، مع ان ال50 جنيه دي ممكن كنت رحت جبت كبد وجوانس بيها، وعملت اكلة غدوة حلوة جنبها شوية مكرونة، ولا جنبها شوية رز، ولا جنبها اي حاجة، وهتبقى اكلة حلوة ومغذية، واسم الواحد اكل. فاهماني؟ فنحاول نظبطها على قد ما نقدر من اول الشهر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الفترة الجاية دي كلها هحاول نظبط معاكم ونتكلم عن الميزانية، لانها يعني الميزانية بصراحة ما فيش حد مرتاح، والله ما في حد مرتاح، ما حدش عارف يظبط دنيته
فنحاول نظبط على قد ما نقدر. الكهرباء يا جماعة نطفي الانوار، الكهرباء زادت، فاحنا نحاول نوفر على قد ما نقدر، بدل ما نشغل النور بالنهار او بدل ما نسيب اولادنا يسيبوا النور شغال ويفضلوا طالعين. لا، اللي مش محتاجينه خلاص، بدل ما نشغل كذا مروحة خلاص لا، نشغل مروحة واحدة والبيت كله يكون قاعد. والله هتوفر، والله هتوفر، والفلوس دي احنا اولى بيها نجيب حاجة ناكلها، فاهمني؟ اولى بيها. الناس اللي عندها تكييف يا جماعة حاولوا وفروا شوية في التكييف، يعني تعالوا ساعة العصرية ساعة الظهرية كده ما بيبقى الجو حر قوي شغلوا، والحمد لله اهو الشهر الجاي الدنيا هتظبط والجو هيتعدل وهنخش في الشتاء، يعني هنرتاح من موضوع الكهرباء دي. الناس اللي عندها يا جماعة غلاية الكتل بلاش نستخدم